على راديو تفاهم. راديو زمان. الأربعة متاع العشية لهنا في استوديو رمضان. حب نقول لكم حاجة، هو تعسف عليا دونك اختار انه يعدي اغنية يا سعد من زار النبي ومشاله الحسين العفريت اكيد، وقال لي نحبها تحية لكل المعتمرين، لكل الناس اللي موجودة في البقاع المقدسة. هكا نوصلوا الأربعة متاع العشية وفقرة راديو زمان. فقرة راديو زمان اليوم أكيد قبل ما نرحب بضيوفي وقبل ما نقول لهم على السلامة ومرحبا بكم، دونك نقول أهلا وسهلا، نقولوا أهلا وسهلا به رمضانكم مبروك سيدي، نقولوا أهلا وسهلا خالد سيسي، مرحبا 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 أكيد. وضيفنا اللي معانا اليوم باش نعطيكم مقدمة صغيرة عليه وبعديك تعرفوا شكون. دونك ضيفنا هو ممثل كانت له بصمة في عالم الفن الصامت أو ما يسمى الميم. أكيد شهرته عالمية لأنه تتلمذ على أيدي أساتذة من العالم. دونك لكن قبل هذه الفترة استطاع نجمه مع ألمع النجوم مثل أمين النهدي، كمال التويتي، توفيق البحري ومقداد السهيلي. دونك هو ممثل مسرحي بالأساس، من مؤسسي فرقة المغرب العربي. سنة 2000 كانت له السلسلة هذه تعرفوها الناس الكل، واللي تسمعوا فينا الناس الكل أكيد باش تتذكروها. دونك سلسلة حتمان اللي بقيت إلى اليوم تعاد وتقدم للمشاهد. مؤخرا كانت له دور البطولة في سيت كوم لا تحلى دزوه على قناة تلفزة تي في. دونك الممثل الكوميدي القدير اللي أنا فرحان اليوم انه يكون حاضر معنا في استوديو رمضان في راديو ويت منزل بورقيبة، حاتم باللكحل، مرحبا بيك. وبيك رمضانك مبروك ان شاء الله. رمضانكم مبروك، كل عام وانت حي بالف خير ونورتنا في منزل بورقيبة يا ربي يفضلك. حبيت نقول رمضانكم مبروك للشعب التونسي الكل، الاهالي ومستمعي راديو بيت في منزل بورقيبة، والاهالي انا في راس جبل زاد. تحية كبيرة الاهالي راس جبل والامه العربية الكل. ان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله نعديو في صحة جيدة، وربي ان شاء الله يدوم علينا النعمة هذه. اهلا وسهلا ونورت. نرجع توا الموضوع نتاعك انت، بارك الله فيك الاستدعاء اللي هكا استدعيتني فيه. اي هذا اقل واجب اكيد تعمل في حق ممثل كبير كيفك انت وبالقيمه نتاعك انت. دونك وهذه حاجه لا غبار عليها، وحتى حد وحتى زوز ما ينجموا ينكروا القيمه الفنيه نتاع حاتم باللكحل، واللي قدموا للتلفزه التونسيه واللي قدموا للمشهد المسرحي. باش نقول لك بارك الله فيك على الكومبليمون اللي عملتهم فيه. ماهوش كومبليمون، دونك هذه حاجات صحيحه، هذا هو واقع. فما عباد سهل اكثر مني انا، خاطر الخدمه اكثر مني انا. بون يعطيك الصحه كمان كي تحكي على حاتم باللكحل. سي بيان جونتي. يعطيك الصحه، مرحبا بك خالد سيسي، مرحبا بك في فقرة راديو زمان اللي باش تكون حاضر معايا كل ثلاثة وخميس والسبت على راديو ويت. أكيد أحلى انضمام وأحلى تحية ليك. يعيشك وربي يفضلك، وشكرا لإدارة راديو ويت على الاختيار هذا. وفما سر أنا ما حبيش ندخل ديريكت وما نقص عليه. السر اللي راديو زمان نحن في الفقرة هذه اخترنا حاتم باللكحل كي يكون أول ضيف للفقرة هذه. فيها سر، السر هذه مش نحكيه فيه نحن توا في النص ساعة هذه، مش نحكيه على برشا مواضيع. المواضيع هذه اللي بالرسمي المستمعين والمشاهد اللي يتبع في مسيرة حاتم باللكحل يحبوها، يحبوا يعرفوها، لأنه حاتم باللكحل هو إنسان متواضع، وإنسان ديما يقول لك أنا راني شكون أنا. هذا من خلال قال لك فما ناس عندها فما سر فما سر اللي هو يمكن ما يقولوش، لأنه المتابع هو اللي يتفرج فيه هو اللي يقول الكلمة ذي. وحسب تجربتي مع حاتم باللكحل اكتشفت أنه فعلا الناس المعروفين في العالم والناس اللي عندهم قدرة هو في المسرح يعتبر، لأنه صحيح كبداياته حاتم البدايات متاعه كان مع أقوى الممثلين على الساحة الفنية،
وحاتم بالأكحل وقت اللي تو هذا الموضوع هذا باش نسألوا عليه، انه هو فما فترة ما مشى فيها لفرنسا وتم اختياره يعني من المسرح الوطني انه باش يكون موجود في مدرسة عريقة هو يحكي عليها في فرنسا اللي تكون فيها، من بعد رجع لتونس. هو يعتبر من ألمع النجوم العالمية، لأني أنا تحدثت مع مؤخرا مع يعتبر أقوى ممثل في العالم في الميم، هو يمكن يتذكروا الكندي. أول مسألة سأل على حاتم بالأكحل، هذه الحاجة الناس ما تعرفهاش. حاتم بالأكحل هو يقول لك كل إنسان قد ما يكون قامة كبيرة قد ما يكون متواضع، وهذا هو التواضع أكيد اللي تعجبنا في حاتم بالأكحل في الحكاية ذي. حشمتوني على روحي. لا ماهوش رمي ورود، راهو باش نبداو واضحين، احنا راديو ويت راهو ما نرميوش الورود. يعطيكم الصحة وبارك الله فيك. حاجة تستاهلها. وينو حاتم بالأكحل؟ ما بحذيك. وينو خالد ساسي؟ حاتم بالأكحل ديما عنده جديد، راهو حاتم بالأكحل ما يتكلم يعني موجود عنده، هو ينجم يحكي في الموضوع ذا. الحاجة المهمة انه حاتم بالأكحل ديما نراو فيه في التلفزيون. هذه الحاجة حاتم بالأكحل يعيطوله. اي ديجا يعني انت شفتوا مع لطفي العبدلي كان ابدع. عنده ان شاء الله حكايه اخرى تو يتعدى في التلفزه. حاتم بالأكحل كل مش يفوحوا به، هو اصلا حاتم بالأكحل انا نعتبره قامه في مجال الثقافه والفن، لانه قاعد يعمل في حاجات ناس ما تعرفهاش. تقول انت معناها البلاتو ما ينجمش يكون فما بلاتو بلاش حاتم بالأكحل. اكيد مش هو رايك تكون معنا هنا في راديو ويت كل خميس وسبت وحد. ثلاثة وخميس وسبت. كل ثلاثة وخميس. ثبت لي روحك صحيح. ثلاثة وخميس وسبت وحد. ثلاثة وخميس وسبت. هاي تكون معنا لهنا حاضر. إن شاء الله إن شاء الله. باش نسألك أنا على تجربتك في السيت كوم اللي كان في قناة تلفزة تي في لطاح لدزوه، وكانت عندك النجاح كبير برشا. هي الفكرة بدأت مع الكاتب والسيناريست محمد الخلفي، نوجه له التحية، والمخرج قيس علوي نوجه له التحية من صفاقس. تحية ليهم. تحية لأهالي صفاقس. أكيد تحية كبيرة. هي الفكرة كانت في أنا مشيت نصور في مسلسل آخر اسمه عين النمر، والمخرج هو اللي معايا، وسي محمد الخلفي كان هو منسق، خاطر عين النمر هي من السيناريست نتاعو هو سي سامي العقربي، وسي محمد الخلفي هو كان كو سيناريست نجم نقولها. قال لي حاتم نحبك تعمل بعد المسلسل هذا نحب نعمل حاجه مع بعضنا. قال نحكي في التراج تاع عين النمر، قال نحكيو في الفكره. جات الفكره هذه وبعد عجبتني الفكره. اقترحت انا الممثلين اللي هما القامات كبار كما سلاح مصدق ومدام سيام مصدق زاد اكيد تحيه كبيره نشكرهم برشا عهده، وكما مدام واحده من صفاقس نسيت سامحني في ميسيرش في عقلك وبرشا ممثلين، وعبد الحميد قياس جاو اكيد. عملنا تحت شيخ الحيف اي عملنا تحت الدزو، وتصورت في المدينه العربي تاع صفاقس، وعملناها في ستيل كيما تقول انت المسلسل شو اسمه شوف لي حل. لا مش شوف لي حل، فيه عبوده وفيه سلاح مصدق وفيه خطاب على الباب. خطاب على الباب في المدينه العربي، ولقينا تجاوب ياسر مع الستيل هذاك ياسر حلو. خاطر انا واحد من الناس نحب ياسر حاجات اللي نجم تتفرج فيها انا وامي وبرتي واختي وبنتي وانتي واختك، العائله كلها تتفرج فيها مع بعضهم، مش يقعد يدي على قلبي ويدي الكوموند هو عمل لك بدل يا بدلته شين. لا هذيك ما نحبهاش انا شويه تريبيديك، ونحب ياسر المسرح هذا، معناها نوع من المسلسلات والسيت كومات هذو نحبهم ياسر. دونك خالد سيسي شنو تحب تسأل؟ والله أنا فما كلمة نحب نقولها لحاتم، لأنه حاتم أنا نسميها مدرسة. حاتمان مدرسة في العالم معروفة. الحاجة اللي يعني خلتني ديما نخمم ونفكر، لأنه نحن توا يقولوا إنه عدة قنوات تلفزية حاتم بالأكحل تمشي على البوز وتمشي
الافلامك اللي انت قلت كوموند، نبدل الكوموند ما نمشيش فيها كيف الحوار، ما نحبش نذكر القنوات بدون ذكر القنوات. لكن انا السؤال المطروح، السؤال الكوميرسيال توا حاتم طالبين الشيء ذا، انا اللي متاكد منه لانه كي نرجعوا للتاريخ المسيره نتاعك الفنيه من بداياتك، انه نحن نراو حاتم باللكحل المدرسه أكل العريقه، وهذاك عليه نحن جبناك في اول حلقه في برنامج راديو زمان، لان نحن اذا نحكيو على الزمان الماضي اللي كان هو ماضي جميل، حتى الخطاب على الباب والحكايه هذيا نحن ما عادش نلقاو منهم بقله، عملنا ولا نتفرجت فيه لا طحلة دزو حاجه طياره برشا، فما ذكرتنا بالزمن الجميل. دونك نحن نحاولوا توا نرجعوا للزمن الجميل نتاع حاتم باللكحل اللي نحبوا نعاودوا نرجعوا من فترتك انت ولمين النهدي في مسرحيه الكريته، وعندك حاجات الناس التو قاعده تتبع فيها التو. وقت يعني اللي نقولوا احنا حاتم باللكحل نقولوا حتمان، دونك حتمان الجينيريك حتى كي تسمع ديريكت يتعرف شكون حاتم باللكحل. دونك خلينا نسمعوا الجينيريك ونرجع. محلى السرية في رمضان شيخات وجو مع حتمان، خليك متفرد عيش فرحان وثمان في ليالي رمضان. هما زو حبابي وجيراننا هما زو حبابي وجيراننا. يا ناس شوفوا الحكاية شوفوها راهي لما حلال، حتمان في أحلى قناة بدات والضحكة موفات. حتمان اسيدي احكي لنا على القصه نتاع حتمان هذه. انا كنت نسمع في الشاب مامي. الشاب مامي هذه مع العلم انه الشاب مامي مرخص لي، اعطيني ترخيص كتابيا باش نجم نستعمل الاغنيه نتاعو في الجينيريك نتاعي. خاطر حصل لي شرف اني تعاملت مع الشاب مامي في تونس هنا، وعاشرته وقت اللي انا كنت في فرنسا، عاشرته انا كصديق وحبيب وفنان. سنختيست فريمون دو كاليتي دو غران كير. الشاب مامي تحيه كبيره ليه. دونك الاغنيه هذه وكيفاش بدات فكره حتمان؟ هي والله نرجع كيفاش بديت انا قبل الكريته، خاطر انا بديت في المسرح في دار الثقافه، نادي المسرحي لدار الثقافه بن رشيق. وقتها كان المدير نتاعها الله يرحمه ورئيس الجمعيه نتاعنا هو سي خالد تلاتلي، وكان فيها العبد لله، فيها كمال توتي، فيها مجروني، مقتدى السيدي، طيب الهدر الله يرحمه، نصف بن عربيه الله يرحمه، لمين النهدي. أنا كنا شباب جون برسك عندنا نفس العمر، كبير فينا هو شويه لمين نهدي كوا. دينا في عملنا فرفر، بعد عملنا في بلاد لا عملنا في بلاد هاو بعد عملنا فرفر. حضر معنا وقتها المسرحي القدير. ديما عندي مشكله في الاسامي، مش مشكل احنا وسي حبيب شبيب الله يرحمه اللي هو منزل بورقيبه هنا حضر معنا. بدينا في هذيك، ومن بعد جيت مسرحيه الكريته. مسرحيه الكريته شكون عملها الفاضلان، مش كما يقولوا هما عباد يقولوا الفواضل، لا الفاضلان، الفاضل الجعايبي والاستاذ فاضل الجزيري، ومعنا حبيب مسروق قامات. وقتها كنت اعرف الكريته كيش عملت هذه شيء. احكي لنا نحب نحكيو على الكواليس على خاطر اللي يسمعوا فينا تويك. الكريته في فرقه المغرب العربي وقتها، بعد خاطر وقت بدينا نعمل في المسرح واحده قالوا لنا لا يلزمكم جمعيه ولازم فرقه، معناها ما عادش نادي الهوات نتاع المسرح. عملنا فرقه المغرب العربي اللي سماها هو كمال تويتي وطيب الهدر الله يرحمه لمين النهديه، منها احنا من المؤسسين للجمعيه هذه. جينا سور امبروفيزاسيون، معناها فما حتى تكست حتى شيء. اختار السوجي سي فاضل الجعايبي، قال عائله ناجحه من الكيف. الكيف علاش؟ على خاطر لمين من نهدي من الكيف، ومعنا باش عملنا اللغه الكيفيه. 5 من الناس ما عندهمش امهم توفات، وجاوا ناجحوا من الكيف، جاوا تونس امبروفيزي
على السيتواسيون، وانتم جايين في الكياس حتى اللي دخلت تونس. وكل مره يجي سي فاضل الجزيري يعيط لي مثل ايش انت اخرج ويجي له، خاطر احنا 30 واحد قاعدين راهو 30 واحد دخلك انت تو امبروفيز ان فونكسيون الشيء اللي انا عملته تعمل حاجه. معناها قعدنا 6 اشهر نعملوا في الامبروفيزاسيون. نهار اللي باش يعطيو الخمسه ممثلين اللي باش يشاركوا في مسرحيه كاريتا، عديت الباك وخذيت الباك في فرنسا. مش اصعب من هكا. لا مش اصعب يودي نور اون بليس. عاد سي فاضل الجزيري يعمل توا احنا في دور علك في دور البو برا قولوا سيدي منجرون في دور جمعي اكا هذاك اكا كمال التواتي. اما في دور السبتي يعني ما يجيبش يكون كان من النادي. فرج قاليش هذا ما اما كل لا هو كان اسمه عصفور، هو خاطر بعد سميناه رحيم. العصفور هذاك شكون يصير فاضل. قالوا ما تولش عليه برا قول حاتم بلكر. هو قال حاتم بلكر تحت ضغط. منها 5 ممثلين من 30 راهو تختار 5 معناها من بعد باك اسهل. من بعد باش نعملوا المسرحيه تاع الكاريتا من 6 تاع العشيه الماضي ساعه تاع الصباح في السين تاع دار الثقافه ابن رشيق. ما فما حتى حد كان الممثلين دو الفاضلين، الفاضل شعيب وفاضل جزيري والحبيب مسروقي معانا والعساس عمك علي الله يرحمه هو اللي في دار الثقافه ابن رشيق. اكا هو حتى حد اخر. قعدنا عام كامل نحضروا فيها الكاريتا. انا خرجت محابه بالعرق بالدم نتاعنا. هذاك نحبوها الكاريتا عام 75 عملت 74 عملناها بعد الكاريتا. بعد الكاريتا عملت عام قعدت في دار الثقافه. لا عام بعد الكاريتا عملت مع رشيد بناي الله يرحمه. عملت ان سبيكتاكل دو ميم زاد معناها ميم ما فما حتى حد سي لا كرياسيون دو موند. فما عظمه كبيره نخرج منها انا ونعملوا لا كرياسيون دو موند معناها العبد كيش تخلق واحده هذيك عملتها. وعام 79 انترتو معناها كانت علاقتي كبيره ياسر وجيبوا طلعوا علينا يتفرجوا فينا سي محمد ادريس سي محمد رجا فرحات سي رؤوف بن عمر يجيوا يتفرجوا فينا. قزر نهار محمد ادريس وهو سي رجا فرحات قال هذا يلزم نبعثوه علي انا. وقت يحكي ما في باليش بيا يعني باليش بروح اللي يحكيوا علي انا. قال سيدي هذا يلزم نبعثوه لفرنسا جاك لوكوك. نهار تعيطوا لي قالوا لي جاي باش تمشي هاي لم دبشك زادوا نعم اي قالوا باش تمشي لفرنسا راك باش تمشي جاك لوكوك. الورقه اللي كتبها لي سي محمد ادريس ربي يطول في عمره بستيلو احمر كاتبها لي توا عندي. وقت مشيت انا لفرنسا ودخلت لجاك لوكوك ل 11 تاع الصباح سيتي ان فوندغودي تفكر بلدي عام 79 دخلت لجاك لوكوك قرا الورقه قال لي سامحوني في الكلمه قال لي كيسكو تو فو لابخي ما انا تعمل العشيه؟ قلت له حتى شيء مسيو. قال لي عندك ساعتين في يدك ماضي ساعتين تجي لهنا في توني دو سبور. معناها جاك لوكوك اللي يعملوا له 1000 واحد في سبتمبر يختار 300 في اكتوبر. انا مشيت في ديسمبر 79 معناها ما عملتش اوديسيون ما عملتش كونكور. دخلت قابلته في الساعه 11 دخلت قابلته ل 11 ماضي ساعتين كنت غاديك. لكن علاش هو كل قايل اخي شنو بالاكتاف؟ ليه؟ خاطر هو عنده ثقه في العباد اللي بعثوك اللي سي محمد ادريس رجاء فرحات وسي فاضل جعاد. الاختيار نتاعهم باش يكون صايب معناها ما بعثوش نامبورت كي غاديك. وانا جو سافي با هذا كله. بديت نعمل في المسرح بديت نعمل. لكن وقت مشيت مع المسرح مشيت لفرنسا ما مشيتش نعمل في المسرح بركه. خاطر انا قلت ابريتو وانا تو في فرنسا لازم نعمل حاجه. قعدت نقرا على روحي اون باراليل نعمل في القرايه نتاعي اللي هي في التوريزم. نقرا النهار في اللحظه خذيت الباك بيان سور وبعد نعمل في التوريزم ونقرا في العشيه مخر من 6 تاع العشيه نمشي للديزيام ارونديسمون في باريس نقرا جاك لوكوك حتى لين قعدت عامين بركه. خاطر عامين بركه من 79 حتى ل 81 قريت. انتر تون خذيت الدبلوم تاعي ان تون حتى وصلت وليت ديريكتور دوتيل اي دي سونتر ما شاء الله البي اف دي البريفي دابتي فونكسيون دو ديريكتور. اي دونك جي ترافايي ان بو بارتو في العالم الكل في اسبانيا في الكناري
الالمانيه، في بلجيكا، في سويسرا، في تونس، في المغرب، في هذه الحاجه اللي ما يعرفوهاش مستمعينا اكيد. جي با الكري يعرفوا الجانب الفني. فوالا بون انا جو با الكري سور لو توا اسمع راني مشيت قريت في فرعه لا ويقولوا لي علاش غبت. بون كان هذيك مع ذكرت انت لطفي العبدلي زميلي برشا وحبيبي. تحيه كبيره، تحيه اللي هو العبدلي. زين العابدين المسوري قال لي يا حاتم انت خدمت مع فاضل الجعبي وخدمت مع كمال تويتي ومع مقدة سيدي وخدمت مع خاطر مع مقدة سيدي عملنا كذا وكذا، فيها العبد لله، فيها الله يرحمه توفيق البحري، فيها النادي وفيها منجروني وانت خدمنا مسرحيه. قالوا لي خدمت معهم العباد هذوما الكل، هما وصلوا وانت وينك؟ قلت له اولا هاني موجود، لكن هما وصلوا خاطر هما قعدوا في تونس ويعملوا في المسرح. انا نعمل في المسرح هوايه، انا راني نعمل وقت تجيني هكا نفعه بالمسرحيه عندي 10 ملايين و9 ملايين وهذا نمشي نحطهم في مسرحيه نعمل كراسي غيرها نعمل بها 30 20 عرض وسايبهم باتل نعمل. عملت المشروع عملت مسرحيه الاساس اخر مسرحيه عملتها انا وعلى الفنان عبد القادر التخيل نحكيو على نحكيو عليه. معناها هما قعدوا يعملوا في المسرح لكن انا ما قعدتش نعمل في المسرح، انا قعدت نقرا ونخدم البرة في السياحه. لكن ما يمنعش انهم صحابي واحبابي وعشره كبيره معاهم التوا اليوم الغدوه اللي حتى اللي ربي يهز نتاعو. دونك انا وقت اللي بديت نقدم فيك قلت عنده بصمه في عالم الفن الصامت. علاقتك بالفن الصامت هذا هو انا قلت لك وقت مشيت جاك لوكوك الميم بونتوميم موفمون تياتر، معناها تمشي تعمل التمثيل الصامت، فما خدمه بالبدن، خدمه معناها يلزمك تولي وقت تعمل الاكسبريسيون اللي عملناها احنا على جاك لوكوك. خاطر فما قبل انا في البروموسيون التوانسه فما الاستاذ فتح العكيري، بعدي انا جا الاستاذ خالد الكسوري توا عايش في فرنسا. بون لكن انا وقت مشيت عملت غاديك جيت لتونس عملت سبيكتاكل دو ميم هنا في كرتاج. انا تعبت برشا كرتاج السنه هذيك الكل نعم في ميم وحدي في مهرجان عملته الفنانه والقديره وربي طول في عمرها مدام در ابو زيده ميزات حيه، وداير تعيط لي مام ميم، تعيط لي تو تعيط ليش في حياتها تعيط لي اهلا مام ميم فهمني. وانا فما ان فيستيفال فما تراموني كابروس رقص باليه مدام سيهم بالخوجه، فما باليه تاع الفنون الشعبيه وفما انا تعديت بعد الفنون الشعبيه. وقت اللي ما انونسي في الميكرو في الميكرو خذيت انا الميكرو قلت لهم بربي سامحوني بعد يجوا الشيخه تاع الفنون الشعبيه والوزود وشتيح واحده راني انا باش نعمل حاجه صامته. انا نطلب منكم 5 دقائق بركه، هو العرض بتاعي وقت 6 مينوت ولا 6 دقائق واحده سبيكتاكل اسمه للميور دو برلين حيت برلين. قلت لهم نطلب منكم لا والسينما سامحني والسينما قلت لهم نطلب منكم 6 دقائق ولا 5 دقائق صمت. بون بعد 5 دقائق كاين عجبكم صفقوا بارك الله فيكم، ما عجبكمش هكا قاعدين على الحجر كسروا الحجر ورمي مش باطم هذه فهمني. هو كان 5 دقائق ولا 6 دقائق وصلت عملت 11 دقيقه 11 دقيقه والعبيد على خاطر فريمون مش خاطر انا بدات خاطر هو معناها هي شنو الحكايه كلها حاجه جديده عليهم حاجه جديده لكن باش نكونوا واضحين اللي هي راهي كانت حاجه جديده عليهم يقراو بالكور نتاعي انا في الجمل اللي انا قاعد نقول فيها بنعبر بها بدني يلزم نفهم حاجه. هذيك انا تو شنو نحب نسالك انت قلت شنو تحب توصل بالفن الصامت؟ انا نحب نوصل نعبر بالبدن انه العبد راهو بدنه يجم يعبر بيه، يجم يكتب بيه، يجم يزين بيه، يجم يمثل بيه، يجم بيه يقول بيه برشا حاجات. اكثر رساله وصلتها شوف نبداو واضحين، انا راني ما نجيبش لاني بوستاجي اولا ولاني باش نعمل رساله وشنو نقري العباد. ليه انا نعمل في حاجه اسمها ميم عملتها، نعمل في سكتش ميم. وقت اللي نعمل جيست انا نحب نقول لك اسكت مثلا هكا معروف هذه اسكت، انا من غير ما نعمل هذه نعملها بدني انا تفهم انت السونس غيال لو فغي سونس اللي نحب نقوله، مش نحب كل واحد يفهم حاجه لا بالبدن نتاعك انت. وهذه كلها تعلمناها عن شكون؟ عن قامه من القامات العالميه جاك لوكوك الله يرحمه. الله يرحمه. اما بالله باش نسالك سؤال انا حبيت نعقب على كلامك على حكايه الرساله. شوف حاتم باللكحل هي اصلا في التاريخ نتاع الفن والثقافه والناس المثقفين نحن نقول
عمرها ما كانت الرسالة اللي تقدم فيها أنت ساعة أنا نحدد شنو حاتم باللكحل هو شنو قاعد يقدم. أنت قلت رسالة، أنا نقول لك مش رسالة وأكهو. مثلا نعطيك مثال، حاتم باللكحل عمره ما كان ممثل متاع ميم أكهو، أنا تبعته. حاتم باللكحل الميساج اللي يحب يوصله للفنان والمواهب الصاعدة تو، خاطر نحن نخدموا في الموضوع هذا أنا وحاتم لينا برشا به، إنه حاتم باللكحل يحب يوري للناس إنه عمره ما كان الفن هو اللي يوكل الخبز. هو حاتم باللكحل هو حب يوصل ميساج إنه هو شوف البوست اللي هو موجود فيها، إنه هو ديريكتور ولا شيف دو فيلاج متاع شين معروفة في العالم، يعني يتبع دومان هو اللي دخل له الفلوس، هذاك الباز. وهذه يبقى هواية. أنا حضرت قبل، أنا من المدرسة اللي تخرج منها، مش تخرج منها، خدمنا معاه، اللي هو فاضل الجزيري، وتحياتي للمخرج اللي هو يعتبر تحية كبيرة للمخرج فاضل الجزيري. أنا خدمت معاه في الحضرة. يقول لوتشي بوشناق، يقول له يا بوشناق مثلا مرة في نابل، قال له ريت تعلي صوتك احنك الباب. بوشناق خلي هذوما العباد اللي نحن نسمو صغار، فهمت، تحب ما يريدش يعني يتصور يتحكم في 200 بشر. بوشناق مثلا لوتشي سألنا بوشناق على الموضوع، قال نحن الفن مثلا. أنا هذه الكلمة اللي أنا نحب نعطيها لحاتم باللكحل، لأن بالرسمي حاتم باللكحل لازم يكون قدوة للمجتمع. ولوتشي بوشناق قال كلمة على حكاية إنه الفن عمره ما كان فلوس، وعمره ما كان تعمل من الفن إنك أنت مورد رزق باش تعيش منه. لا، الفن هو هواية. إذا حطيت الفن هواية، شوف لوتشي بوشناق لحد الساعة راهو باش يكون في بالك اللي أنا متأكد منه، لوتشي بوشناق حاط الفن هواية باش يوصل للعالمية وروسيا تحب عليه. نفس الشيء حاتم باللكحل، هذيك عليه أنا الشخص هذا اللي قدامي أنا قد ما نحكي عليه ما نجمش نعبر على الصفات متاع حاتم باللكحل. دونك نرجعوا للسؤال المهم سي حاتم. اتفضل. به أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، والبرنامج هذا اللي هو برنامج راديو زمان، إن شاء الله مبروك عليكم. يعيشك ربي يفضلك. نحبوا نعرفوا شنو حاتم باللكحل الحاجات اللي قاعد يحضر فيها، لأنه نحن شفناك عمناول في برنامج لا تحلى دزوه السنة صحيح ما شفناكش، لكن أنا قلتها قبيليك أنه حاتم باللكحل ما يدخلش في مواضيع أي موضوع، لأنه حاتم باللكحل يرى في نفسه أنه هو رسالة سامية. الفن يحب ماذا بيه كما قال قبيليك الكوموند. أنا ما نحبش نكون في مسلسل أمي وتجيبش تتفرج فيا، فهمتني، ولا من بعد ترسينهم يتعاركوا على الكوموند، ولا ما نعرفش أنا ملي كانوا يتفرجوا في حاتم باللكحل، لأنه فما لقطة خايبة يبدل. شوف أخويا خالد، هذا نوع من الأعمال اللي عباد تحب تخدمها، أنا ما نخدمهاش على خاطر جو سوي تري بوديك على غالب تربيتي تسمح لك. سافو با دير العباد الآخرين أي لا عنده الجمهور، كل واحد عنده جو. أنا هكا، وأنا نحب نعمل فيه كهواية كيف نعمل فيه جو وكاو. سنة جاتني شاركت في زوز دو سيت كوم على دو كوبي زيرو، ما خلتناش رمضان باش نخلطوا العام الجاي. صحيح، ما عنديش مشكل. فما عباد نعرفهم اللي تمرض ما تعديش في رمضان. انا ليش ما عندي حد، ما عنديش مشكل في نتعدى في رمضان ولا ما تعديش في رمضان. هذه ميساج باهي. انا ما عنديش مشكله، خاطر انا هوايه عاملها كيف شو شيخ على روحي، شيخ نعمل جو على روحي. وبدا شيخ تو حتما هو يعاودوا فيها، هو يعمل في الرديف نتاعها في الوطنيه 2 و9 ونص تاع الليل كل يوم يعدوا فيها. مي سافي بليزير داكور، سافي بليزير. علاش؟ على خاطر فما ما تنسوش اللي حتما عمرها 22 سنه ما شاء الله بنعمل فين معناها فما عباد اللي وقت اللي انا عملت واحد مازال ما تولدوش، ولا تو اللي عمره 20 سنه وقت عمره 10 سنين، ولا عمره 30 سنه وقت عمره 10. فهمني معناها باش تفكرهم ولا حاتم مش عمل ولا. فما سؤال مهم حاتم نحب نسأله لك، لأنه سؤالاتك مهمة. لا فما سؤال مهم بالرسمي. انت قاعد تتكلم وانا قاعد نخمم في حاجات. حاتم باللكحل عليه ما خممتش تعمل مهرجان الميم؟
سامحني السيد هذا يختم معك ولا باحث مقبل كبالي علاش عملت هذيا وعلاش شكر روحي يظهر لي علاقتك به اكثر من علاقتي خويا صاحبك برشا خويا 10 قديمه برشا ما عملتش الميم خاطر فما عباد اخرين اللي تنجم تعمل الميم اللي قراو واللي قاعدين يقراو في الليزات. علاش ديما تخلي الفرصه للغير؟ وعلاش ليه؟ بورتون انت عندك برا عنده هو زاد هو زاد عنده امكانيات. كيف ما قال لك تعمل مهرجان الميم لكن بمواهب ليه ما نعملش مهرجان خاطر جو سوي با كابابل باش نعمل مهرجان اوفري سون جمو مهرجان تحب له امكانيات ماديه مشكله ماديه لكن اي ما بون وانا ما جو با ما فونتوري في الحكايه كيما هذوما. عيط لي خالد على وقت اللي باش نعملوا اكتشاف المواهب وين نمشي معاه. عجبوني فما عباد اللي وقتها وقت اللي بداو دي زيليمون داير باش يعمل نحكيو على التجربه باش يعمل المهرجان نتاعو هذاك باش يعمل المهرجان نتاعو باش جو ديزون كادغي نعمل هذايا مي سون بلوس مي باش نعمل انا مهرجان باش ناخذ انا هكا قشوه لا حاتم باللكحل ما تنساش اللي فما حاجه انت قلتها ونحن حكينا طرحناها في الموضوع انك انت تخرجت من اقوى مدرسه عريقه في الميم. يعني اذا تقول انت صحيح هذا التواضع نتاعك هو يخليك انك انت تقول راهو فما ناس قادرين انهم يعملوا الموضوع هذا، لكن انت كانسان الشهاده نتاعك اللي انت قريتها في اقوى مدرسه في العالم اثنين ما تنساش حاتم باللكحل انه تعرف بالميم بالبرنامج بالسلسله الهزليه حتما. انا سؤال نحب نوضح حاجه الساعه هذه خاطر انا بديت راهو حاتم باللكحل طب شنو نبدا بكل تواضع حاتم باللكحل ممثل مش ميم متفاهمين انا مختص. اما في تونس هنا مالوريزمون في تونس نحطوا كل ممثل في كادر لا هاو نعطيك ولا نعطيك حاتم باللكحل حطوه ديما ما يتكلمش ميم نعيم الجاني حطوها ديما بونيشه خديمه فتح الهدايا حطيوه ديما العذروت والوحده والبنات والفساد علاش نحطوا فيهم علاش نحطوا في الكادر هذاك علاش هذا نعيم الجاني ممثله كبيره قديره كبيره عملت ادوار اخرى بونيشة وسامحني في أكيد. لكن الجمهور يغزروا لها بونيشة يغزروا لها في الرول تاع بونيشة خدمة الرول تاع كبيبة في مسلسل خدمة الرول تاع فم دافير. لكن الجمهور التونسي تقعد عنده نظر كون نعيم جاني تقعد غادي حاتم باللكحل تقعد غادي حاتم باللكحل الموضوع هذا حاتم باللكحل الموضوع هذا حكينا وطرحناه وقلنا انه حاتم باللكحل جيتوا برشا. انا ديجا حضرت على حاجه قدامي طلبوا منه انه هو باش يمثل في حاجه ميم رفض. لكن اسمعني انا مش هذا سؤال انا قلت لك حاتم باللكحل للجمهور للناس اللي قاعده تتبع في حاتم باللكحل راهو حاتم باللكحل عنده جمهوره. حاتم باللكحل ما يخرجش من جلباب الميم ليه هو اسمعني خارج هو ما يحب يشدوه كبشوا فيه مش سؤال انت شبه انا لابس الميم تقطعت الرحله الميم وانا ما نحبهاش. اي كل واحد يعيط له مش هذايا. لا فما حاجه بركه الله يرحمه سلاح الدين السيد يحبني برشا ونحبه برشا الله يرحمه وربي يغفر له ان شاء الله من دنيته لجنته. جاني في شوف لي حل قال لي حاتم نحبك تعمل معي حاجه قلت له داكور اسمع قلت له سي سلاح هذه باش نعمل باكوش لا يا خاطر دور الوكوك فيه معناها رقاك من في الحلقه اللي فيها تاع اللبلابي ذكرت. اما يا حاتم انا السؤال يا حاتم انا سالتك سؤال الله يرحمه انا مش على سؤال. شوف هي راهو الميم حاجه من اقوى ما فما في مش اي واحد راهو يعمل. دقيقه انا نحكي معك. انا سالتك سؤال شري له هركه هو يا ودي خلينا الفقره نتاعي انت عملت الفقره نتاعي انت عملت جاكيري ولا يا ودي يا اخويا الفقره نتاعك هو سنه اسكت يا حاتم قريب شتي يضرب لي انا مقبلك تلبس فيا انا يا حاتم انا سالتك سؤال
نحينا من واحد. هي اقوى حاجه في المسرح هي تفضل سي الباحث. هو المسرح الصامت. أي. انا سالتك قلت لك علاش انت بالشهاده نتاعك وقلت انت طلعت في مهرجان كرتاج من 7 دقائق ولا هو 12 دقيقه. هذا حاتم باللكحل اللي برشا عباد يقراوا المسرح ميم، انا بيدي عملت المسرح ميم. حاتم باللكحل عنده الشهاده المعترف بها دوليا، والناس تسال عليك لانه انا قلت لك اخر مره تقابلنا وعندي تصويره وكابتها انا وش اسمه ذاك الفاهم، تقابلنا مع اقوى ممثل كنديان في الميم، جاي لتونس هنا في المهرجان نتاع المسرح كرتاج. شو يسمى هو مهرجان ايام كرتاج المسرحيه. سأل على حاتم بلكحل لانه حاتم بلكحل من ضمن الاسماء المعروفه في العالم ان هي دخلت للميم، يعني خليت بصمه. يسأل عليه الخير. يسأل عليك الخير، بالكش يحب يعمل مشروع. يحب هذا. رافض الميم. رافض الميم لا 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 مش باهي، انا كانسان مختص هاي. كانسان مختص قادر انه هو يعمل مهرجان. تقول المهرجان صحيح يتكلف برشا، لكن عندك الحق كإنسان محترف تقدم ان بروجي للدولة التونسية لوزارة الثقافة وتنجم تمشي في الجانب لا تلغوا بخاطرك ويخمم فيه. انا نحب نسأله على حاجة خالد. شنو هو كلكم بحث العشية. المواهب لا اللي عندك شي سؤال انت. بدران الشلغومي اكيد. بالله يجيبوا له كاس صايبين. اسمعني، نحب نسألك حاجة بالحق. المواهب اللي تم اكتشافها من القلب السياسي فيهم شكون مغروم بالفن الصامت؟ فما 31 يعني. فما 31. انا ما نخممش انه يعمل مهرجان. علاش ما نقولوا احنا خالد يأسس كيف ما أسس الجمعية نتاع فرقة المغرب العربي. المغرب العربي اكيد. علاش ما يأسسش جمعية الميم مثلا؟ شوف مش اللي عملته هيدي. علاش خايف؟ مش خايف يا اخي، دخل على الحرب انا نتاع اوكرانيا خايف. لا لا شوف كل واحد شوف يلزمني نحترم روحي ونحترم العباد. في عمري انا تو قريب 60 سنه ما شاء الله. والله ما زلت صغير حتى نشوف فيك ما شاء الله. هي لا ما زلت على شويه الحمد لله يا ربي. اما ما ظروفي المهنيه اللي انا قاعد نخدم في حاجه اخرى خليني نحط لك براني انا نعمل في شيء هذايا هوايه مع العلم انه البارادوكس انا عندي بطاقه احتراف عام 99 ما شاء الله. نهار 13 ماي 99 عندي بطاقه تحرير احتراف. ايش عندك جديد؟ رقم 197 ما شاء الله عليك. اعطينا جديد. عندك مسرحيه مع عبد القادر تخيل. عندي مسرحيه عملناها من 2019 في المرسى عندك في الكوفيد جات هذه والكورونا وقفت لنا اللحظه. عاملين ريبريز اول اسمها بين هواء وفضاء. بين هواء وفضاء. بين هواء وفضاء هذه توصلنا لغنية ثامر حسني باش نمشيو بين هواء وفضاء. باش نمشيو يمشي على روحك نمشيو الفاصل مع غنية ثامر حسني.
ألف مبروك على راديو تفاهم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. حتى ما قبل الفاصل قلت لي شنو الأغنية هذه سامر حسني حبيبي يا رسول. بدلك الورقة زمان تعرفها. اسمع سامر حسني محليه حاتم. نرجع مع خالد سيس. والله انا نرجع لهي وين كنا هي لما حاله ما كنتش انا هو كان. نرجع لموضوعنا حاتم. شنو عنده؟ ايش عندك جديد؟ عندي جديد، خذيت صباط جديد وسروال ومريول خلعه. هذو جدد كل شيء في الفرق. تو خلينا في من الفدركه واعطينا الصحيح. عليه الفدركه قلت سروال الصحيح. شو تحب انت؟ امشي يا حاتم، شو عندك جديد؟ وين نمشي؟ امشي يكفى عليك. عندك جديد؟ عندنا قلت لك نعمل في الريبريز تاع مسرحيه ما بين سامحني هواء وفضاء، والفنان القدير وصديقي وعشيري وطحونتي قريب معناها عبد القادر تخيل قدور، ربي يفرج عليه ونحبه برشا السيد هذاك فنان اليوم. والله تو مش نشكر فيه مجامله، والله لا والله ورحمه عبد القادر تخيل اسمه كبير. لا ابار الكبر ربي كبير كان ربي فنان داكورد وكبير في القدر وفي القيمه. لكن انا كي تعاملت معه وعملت كرياسيون معاه ما لقيتش اشكاليه، حتى اشكاليه انه مثلا تلقى جاج عنده هو يقول لي حاتم هذه ما تمشيش معي انا مع الشخصيه نتاعي، تمشي مع الشخصيه نتاعك انت، حاجه تضحك. حاتم هذه زيده، حاتم هذه سامحوني، حاتم هذه نقصها معناها اونتونت ياسر 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 كبيره. انا وعبد القادر تخيل نوجه له تحيه. عندنا الريبريز نتاعها نهار 13 سامحوني ابريل في المرسى. عندنا عروض مش مستحفظ ديدات في مدين، في زغوان، في جابس، جولة في جولة ان شاء الله ان شاء الله في رمضان، خاطر في الصيف مش في نختمها في الصيف، هو يعرف علاش. هي ما انا سمعت لي انت تحضر في حاجه اخرى غير حاجه حاتم باللك. هذه المسرحيه نحن نعرفوها من قبل، هي بينك وعبد القادر تخيل، لكن عندك حاجه قاعد تحضر. احنا حاجه تلعب ونعرفوا الحاجه جديده. ولا انت هذا جايب الذمه ليك. لا فما حاجه قاعد تحضر فيها، نحن نحب ونعرف شنو هي الحاجه. حاتم باللك اسمعني حاتم باللك. انا سمعت انك انت تحضر في حاجه حاتم باللك. حاتم باللك شنو هي الحاجه؟ حاجه اخي تتاكل وتشرب. لا في دومين التمثيل عندك حاجه تحضر فيها مشروع فيها حاتم باللكحل برك. ما نحكيش على حاتم باللكحل وعبد القادر تخيل ولا المشو. ايوه نحكي على المشو. فما فكره تاع المشو، فما فكره تاع عنده معناها المعلومه. ايوه هذاك صار يعرفوا اكثر مني انا هذاك. عندي سبري قدرة ربي، عندي المشو، عندي مسرحيه اخرى فيها زوج من الناس، زوج شخصيات، منهم واحده جزائريه وانا تونسي. فوالا ان شاء الله ربي يسهل. ما نحبش بصراحه ما نحبش نحكي على الاعمال، خاطر عامل واخذوا شؤونكم بالسر والكتمان. فوالا شكرا سيدي. دونك لا انا سؤال اللي انا حبيت نساله قبل علي زوج خيرني واحد دونك واحد. لا انا انا انت معايا عادي. انا اللي نلوج على حاتم باللكحل مش على هو الجزائريه، حاجتي بحاتم باللكحل وحده. فماشي حاجه انا نراها نشوفها في حاتم باللكحل انه هو يكون وين ما نشوف كيف ما نراه لمين النهدي ولا حاجه في عده اشياء. شو انا قلت لك انا شوف ما نكذبوش على روحنا. لي سول اللي يعملوا وين ما نشوف كل واحد في الستيل نتاعو، مثلا في اللمين ولطفي العبدين، واحد يعمل في المعشور لمين ستاند اب لطفي وشويه جعفر هذوما، وفي النساء وجيه جندوبي الفنان القدير. هذوما انا نقول لهم شابو با، هذوما اللي سول اللي يعملوا ويعبيوا المسرح وحده.
انا ما نلعبيش مسرح، نكذب على روحي كيف باش نقول لك لعب نجاوبك حاتم يخاف من خوض انه تجربه وما لا يعبيش لا المسرح. لا لا عملت تجربة كرتوشة انا والمشروع عندها 7 ولا 8 سنين وعملت بها 30 عرض. شوف يا حاتم انا ما خافش، مش خاف، ما خافش. انا راني يا ولادي افهموها، راني نعمل هوايه هكا، جاتني نفحه، جاني بروجي تاع مسرحيه تاع اول ما نشوف ضربت في مخي عندي البيجي نحط 10 ملايين. الجمهور التونسي يحبك ويسال عليك ويحب ولا هاك نعمل 30 عرض 30 عرض 40 عرض ونتكا هكا هو نقعد غادي. على خاطر حاجه اخرى راهي ماهيش احتراف نعمل فيه، راني نخدم في حاجه اخرى. راني لحد الان مدير تاع معهد تاع السينما تاع مدام سيان بالخوجه، المعهد الفنون والسينما اللي يعرف في اللي داك توا جوسكا نوفيل اوردر. خاطر فما مشروع اخر جديد اخر ان شاء الله كان سهل ما نحبش نحكي فيه. فهمني معناها انا مانيش عامل مصباح للدين وقوم مسرح ولا نرقد مسرح وتمثيل، لا 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 لا، نعمل لك كيف شيخ ونروح هكا. والله ماش تو تحب تسال اخر وتغزلني ما عادش نجم نحكي معك سي حاجه تقهرني هكا على جنب. لا احكي على روحك. لا تو هو خلق تو شوف نحن نحكيو على انسان ما نقولش يعني هاوي، لانه كلمه الهاوي هو انسان هو قال لك انا راني هواي. يسكت انت حاسبها كهوايه، انت حاسبها كهوايه ان بليزير لانك عندك حاجات يعني مركز عليها اهم بكثير من لا مش اهم، لا مش اهم. حياتي هذيك اللي ناكل منها في الخبز، اللي نعيش ونخلص في القرايه تاع ولادي، وربي ينجحهم بالمناسبه ان شاء الله. يا ولدي عبد الحميد لك حل حميد، وان شاء الله السنه ينجح في الباك يا رب، ان شاء الله ينجح لك في الباك وتجيب حذانا انت وياه ونعملوا شطحه هنا. اي ونعملوا جو والمدام والوالده واختي هذوما اللي انا لاهي بهم ولاهي بيا، هذوك اللي حتى ما دام مش وانا تسنى فيا باش نوكلها. انا تفرجت ديرنيغمون في الحلقه خليك قبل جملتي شو تفكر اللي معاك. تفضل. لاحظت انك عندك علاقه كبيره بالعائله. اي بيان سور. اي شفتك تعدي في ديديكاس مع المباشر. تحب العائله هي الروح نتاعي هذيك كيما توصل الكل. مي بون انا نحكي على روحي، انا بعد ربي فما بابا الله يرحمه، فما امي، فما المدام بثينه، فما بنتي زينوبه، ولد عبد الحميد، اختي منى، اختي زينب، انا اخويا عبد اللطيف، هذوما ولاد اختي، بنات اختي، ولاد خويا، وفهمني هذوما عائلتي. انا شو تخي هذا وي حاجه باهيه العائله نتاعي ياسر. ربي فضلهم وربي اكيد ان شاء الله كل عام وعائلتك بخير. وانت بالامثل سيدي. وعليه انت عائلتك ماكش اكيد. تحيه كبيره لميمتي اكيد ايوا تحيه لميمتي والله انت ما تصيرلوش مشكله. بعدين هكا انت عملتها مشكله. ايوا شفتوا خويا شوف الا العائله نحن ما نحكيوش العائله هذيك مقدسه. نحن توا نحبوا نحكيو في موضوع ذا التجربه اللي يخوض فيها تويكا معك في اكتشاف المواهب. والله شوف هي انت بس نسالك تو. لا انا الموضوع هذا ماذا بيه نحكي شيء تو، لكن انت ما دام فتحت القوس. يعني حاتم صراحه يعني هو اون كادرور كبير، انسان كي نقول لك يعني ما نجمش نقول كلمه برادروا لانه هو قامه، وانا نعترف انه هو من اقوى المدارس في العالم. لكن لقيت حاتم باللكحل فما برشا جانب وقت تصير اللجنه. انا عندي لجنه فيها مثلا ساعات في الحمامات فيها الشاب الحبيتري، فيها الشابه مريم، فيها برشا اسامي، اسلام بن ملوكه، وسام الدلالي، هذوما مشكورين اللي هما وقفوا معنا. ليلى العرفاوي، مدام وحيده الدريدي توا في البرنامج الكبير. العباد هذوما ديما صحيح ناخذ رايهم، لكن الراي مدام مريم الجزيريه زياده. قلت مريم الجزيريه، الشابه مريم، انا قلت الشابه مريم ما ننساش. دونك هو ديما نرجع لحاتم باللكحل، لانه عليه انا نحب انا نقول مدرسه حاتم باللكحل لك الانسان لونكادرور كي يغزر للشخص ديريكتومون يقول لك راهو هذا نجح ولا ما نجحش. هذه اللي نعمل عليه في اي دومين، في الغناء، في التمثيل، ديما نعمل على حاتم باللكحل
اللي نحن هذا موضوع انا باش نسمعك توا جينيريك ولا تسمع باش نسمعك انا حاجه وتجي باش نسمعك باش نسمعك باش نسمعك ايه توا برا سمعنا تسمع انا بعد هذه تفكرني في حاجه انا باش تفكر. عجبتك انت؟ عجبتني خاطر هذه نتاع سيت كوم عجبك شيء هذه فيها انا والفنان القدير وعشير عمري من عام 69 نادي نعرفه هذه يا سيدي شنو نبداو الحين كانت مكتوبه لي انا بركه نقولها خاطر على الملا خاطر لمين يسمع فيها ويعرفها وشكون عملها هو الصحفي والاعلامي الشهير اخونا الكبير لطفي العماري لطفي العماري واخراج للفنان القدير وربي يطول في عمره سي علي منصور. لو سامحوني لو عندي مشكله في البرينون هاني نتبع معك. سي علي منصور هو الاخراج بتاعها. عيط لي على السيري هذه قلت والله انا مرات فيها روحي وحدي. قال لي شكون تقترح؟ قلت له اقترح لمين نادي في وقتها. قال لي برا مش عيط له تو وقتها في البيرو بتاعه في المنار نمشي مع لطفي بالكرهبة نمشي للمين ونجيبه ونحكيه وعملناها مع انا والفنان القدير لمين نادي صورها في تونس في ريانا في وحده وبعد ضربنا شهر كامل في المهديه. علاقه كبيره بينك وبين الفنان الكبير لمين نادي. قلت لمين نادي نعرفه بعضنا من عام 69. لمين نادي كان يسكن في ناجراغو وانا كنت اسكن في شارع لندرا في الباساج ولد حومه نسميه. محمد علي وقت التولد في حضني انا وليد وقت التولد في حضني انا ولاده. تحيه كبيره اكيد. والفنانه قديره يا رب يفرج عليها سعاد محاسن يا رب يفرج عليها والله العظيم هذيك القامات الفنيه بصراحه الكبيره برشا عائله النهدي ومدام سعاد. انا والله كنت انا رب يفرج عليها تي قلتها تعرف فيها ربي يفرج عليها مرة أخرى زمين نحب برشا. لأن أنا عشرت برشا عباد وعلاقتي بهم من نهارتي اللي عرفتهم لليوم هي ما ناهش معناها علاقتي. مثلا لمن نادي أول استغليته باش خدمني معاه في مسرحية ولا يعطيني. تو نحكيو على حاتم باللكحة الإنسان. حاتم باللكحة الإنسان. أنا وقت اللي عملت جاب كرتوشة وجا سامحني ملاحظة. احكي لنا عليها هذه الكرتوشة. ايوه تنحكي ملاحظه الاعمال المسرحيه اللي عملتهم انا الكل البريمير يحضر فيهم لمين نادي لمين نقول له مره بركه وقول له جواب شر قبل مره كان نهار العرض جاي خاطر ما نحبش هاي لمين لك غدوه اسوء لمين لك بعد غدوه لا والفنانين الكل صحابي الكل صحابي مثلا ما بين هو وفضاء جاء فوزي بن قمر الفنان لطفي بنطقة جلال الدين السعدي وسمحوني العبد جاء رياض النهدي جاء رضا التركي تريقة قروي جاء زهرة شتيوي جاء ممثلين وكل كلامهم مرة بركة جمعة ولا 10 أيام قبل خاطر بعد ننسى ندخل في الفلاج وواحد ونلقاهم كل جاء علاش كل معزة فيا وخاطر عشرتي بيهم هما كل صافية ما عمري ولا واحد قلت له على حاجة ولا غاديته في حاجة في منصب ولا في ولا طلبت منه حاجة اللي نعرف روحي باش نحرج فيها. أنا علاقتي بها علاقة إنسانية ما صاحبي خويا عشيري أكاو. أنا نسبق باش نكلم العباد في العيد والعاشورة والمولد أنا نهز التليفون الكبير أنا خاطر احنا في سبرنا الكبار يعيدوا على الصغار نهز أنا نكلم العيد على العباد. أنا
الحمد لله يا رب. باهي نرجعوا للسيري. قلت لي عجبكش السيري؟ عجبكش شنو قلت لي؟ اي السيري عجبكش؟ انا قلت لك عملنا الخدمه مع لمين سور امبروفيزاسيون، راهو عندنا حافظين النص، حافظين التكست، حافظين البرسوناج، لكن وقت نتقابل انا لمين اوتور دون تابل كيما هذه فيها باش تخدموا فيها معناها فيها جو، كل واحد يعطي حاجه. يا ودي علي منصور قد تتفرج فينا هكا يقول اي سي كملت نصوروا توا خاطر نجيب لها امبروفيزاسيون، خاطر خلقنا حاجات، خاطر عملنا منهم سكتش نتاع الباب اسمه الباب هذايا اي عملناه داير اللي يفهم في الكادر في ليماج، عملنا اخراج مسرحي مش تلفزي سور امبروفيزاسيون انو لمين جو مونطون اميرفي انو لمين هادي مع العباد الكل داير تعاملت معهم الكل الحمد لله يا ربي. ما نحبش نخلي عرض ينمسخ، ما نحبش نقلق عباد، ما نحبش نحرج عباد. شي كوم سا على غالب هكا تربيتي بابا الله يرحمه عبد الحميد بلاك حل ربني هكا وعائلتي ربني هكا، وهذيك انا تربيتي على غالب. شي تري بيديك حاجه شر نشرب ولا نتكيف، ما نقعدش برشا في القهاوي، ما نخلطش برشا علاقتي بيك معناها علاقه تاع عمل داكورد ونقعد بعد بالتليفون نسال حتى باللكحه الوقت اللي تبدا في الطريق مثلا ويوقفك مثلا واحد ويحب مثلا يتصور معك تفرح الشهره. شو اسمع لا 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 شوف تعرف معناها انا عندي انا واحد يوقفك باش يصور معاك ولا باش تعرف معناها سي نو ريكونيسونس الشيء اللي عملته، الشيء اللي عملته حتمين. علاش قعدت 22 سنه ضاربه اونتر كيمي، ما نحبش نقول انا ضاربه لكن معروفه على خاطر عملت حاجه قاعده عجبتهم العباد. وقت يتصور معاه حتى بالله شكون يعرفوا هو يعرف حتمين يعرفوا هو موفي ولا ميشون، يعرفوا باهي قبيحه مجلته ملتوم متربي متخلق، ما يعرفوش، يعرفوا في البيرسوناج هذيك عملوا انه ريكونيسونس للشيء اللي عملته. سي با البيرسون انت كشخص، خاطر الشخص انت ما يعرفكش مازال ما يعرفكش فهمني. سي لو ريكونيسونس للشيء اللي عملته، العمل الفني اللي عملته. نصيحتك للمواهب اللي قاعده توا نشوفوا فيها طالعه مثلا في التمثيل وقاعدين يضربوا حتى على الساحه الفنيه، قاعدين يضربوا في روحهم ويضربوا في العباد. فما عباد نصيحتك لا شو انا فما حاجات ما نحبش نحكي فيها برشا. فما عباد اللي ما تستاهلش باش تتنفذ قاعدين يتعدوا في التلفزه توا ديجا نحكي على المشهد مش مشهد حتى اللي يقدموا شيء اللي يقدموا فيه ما عنده حتى. انا نربز على واحد اسمه هكا سما روحه حليلي توا مسمي روحه حليلي، اللي قال على تونس نزرعوها خص واحده وحنا يفرقونا 5 ملايين. اشرف المي ماي وجوان وافريل كلهم مع بعضهم. ايش قاعد يعمل في شيء السيد هذاك؟ ايش قاعد يعمل؟ ما يعرفش ينطق، ما يعرفش وقتاش يتنفس، ما يعرفش وقتاش يسكت، الببليك يصفق وهو يتكلم، ومن بعد وكل حاجه حاب يسخفنا بها. يسامحني باش نتكلم هكايا، ما نحبش مش نذم في العباد، ما عجبتنيش. لكن اشرف المي يعمل في فيو، يعمل في الفيو، يعمل في الفيو وعباد تتفرج فيه وتتبع فيه. ما قلتش ليه اعمل مثلا عاملوا على حاجه تعلموا عند عباد لا ديكسيون لا برونونساسيون، وقتاش تتنفس، وقتاش تسكت، وقتاش تتكلم. وينهم الاساتذه الكبار اللي كيفك؟ ما فماش ما عادش ما يسعرش الاساتذه الكبار. السيد هذاك وقت اللي بطلوا عليه في التلفزه في التاسعه وقت توا مع امين توا مع امين قاره عامل ما وقت اللي بطلوا عليه. علاش بطلوا؟ خاطر ما بو ورا روحوا والله انا دخل في شانتي. شو معناها تخدم في شانتي؟ ايش عملت انت كمسرح كل 120 دقيقه عملتها في حياتك؟ 120 دقيقه تولي تحب تتلوب على العباد كيش سامحني. اي حاتم فما حاجه ما تغشش عليه، ما تغش عليه خاطر ما عطاش قيمه لروحه هو كشخص. سامحني لا انا نتكلم على اي ما فما نقطه انا نحب نركز عليها. سامحني عاد هو خطير، مش قاعد نقط فيه هو، مش قاعد نقط فيه هو من الناس اللي عندي حتى شيء ضده. وكونترير هو يزمو تو قول لي فيو عنده واحده اوكي. اعمل انت خذ الوحده النصيحه من عند عباد اللي اكبر منك واللي عامل المسرح اكثر منك.
كي تقول لك راهو هاي الوقفه كي سيرسان، هاو كيش تتنفس، هاو وقتاش تسكت، هاو كيش وقفت انت وحكيت معاه وقلت له وهو رفض؟ لا ما قابلتوش انا بالكل، ما انا ما قابلتش قابلتوش. معاه. اما ريت الرياكسيون يا سيدي. هاي مره عمل رياكسيون مع فنان غازي العيادي، عمل له ملاحظه، اها قال له انتم الجان لازمكم تتعلموا. قالوا خاطر انت كبير واحنا الجان تحبونا، انتم الرجال ولا تحبونا. شو هو وخزر الببليك اللي وراه معناها ظاهر اللي السيد هذا ما يحبش يقبل النصيحه. اكيد الصغار الكل هي لازمها تاخذ النصيحه. ها قلت لك اعطاه ملاحظه، واحد عنده تجربه ملاحظة. في الاعلام، عنده 30 سنه، نجي انا ما نجمش حتى ما قلت لك غازي العيادي الفنان القدير عمل له ملاحظه كيفاش قالوا لازم تاخذوا نعرف شو هو يحكي. قالوا تو خاطر انتم كبار واحنا للشباب، احنا شباب، وخسر الببليك اللي وراه يقولوا هكا ولاو تجاهد في الشباب. حتى الاخر ولا يصير فيها شنو، قالوا راني باخذ لك حتى شيء راني. وانا الكلام نقول فيه هذايا راه خاطر نحبوا يتلانسا، مش نحبوا ما عندي حتى شيء. اكيد من نحبوا يتلانسا، نحبوا يظهر ويحبوا يعمل حاجه في قيمه واكثر من الشيء اللي يعمل فيه، خاطر اللي قاعد يعمل فيه توا فما برشا دي شيء 100 وال 200 على الفيسبوك يقول لك جام ما عندهمش هما بجد، ما عندهمش الثقافه باش يقولوا لك المسرح كيفاش، ولا وقفتك كيفاش، ولا وقتاش تتنفس، ولا وقتاش تسكت، ولا الديكسيون تاعك وقتاش تهز تطلع صوت، وقتاش تطيح الصوت، وقتاش تخدم معناها. يذكر خويا غازي العيادي عمل لك ملاحظه. شكون السبب وراء هذا الكل؟ برشا اسباب، اعطينا برشا اسباب. ما نلومش على احكينا انا ما نلومش مثلا على المنقاره، خاطر المنقاره سي با سون رول باش يوريه ويعرف ولا قريه، خاطر سي با سون نيس معناها ماهيش مهمته هو فوالا. انت كي واحد يعمل لك ملاحظه خوها، عملوا له ملاحظه وقت اللي كان يخدم على العبد اللي راهو قالوا لي الراجل في استمتع في مخه سيء. ايش تعمل انت بربي؟ انا قلت الشهرة تغر. نعطيك 120 دقيقه ايش معناها. هو ايش عامل؟ لطفي كان عادي ليميسيون مره في الجمعه ولا هو يتعدى في 4 دقائق، اوكي قول 5 دقائق، 5 دقائق في الشهر قداش في كانت ليميسيون 20 دقيقه ولا هو خدم 6 اشهر مع 6 اشهر في 20 دقيقه قداش يجيو؟ 120 دقيقه معناها ماتش افيك برولونغاسيون. 120 دقيقه تحب توصل بها تولي لحظه. عباد عملت كارير في المسرح 120 سنه مسرح، عباد ماتت في المسرح، عباد توا تعمل مسرح وما لقاتش الخبز يبيع في المنسوقه في بيجه. شنو وبعد انت تقول انا خدمت هاني توا وليت نخدم في البالا والبيوش. شباب البالا والبيوش اكيد تحيه كبيره. معليش انا عملت، انت عملت حاجه راني كنت ناس هاوش حاب يقول راني كنت ستار في التلفزه. طردتني مؤسسه الجيش اللي كان يخدم فيها هو، خاطر درش عمل حطوه في الحبس وما طردوه. هاني توا بطال ونخدم في البلا والبيوش. وبعد يا بابا ياك ما تحبش تسمع عندي الكلام. يا شو اسمه يا اشرف، هكا اسمه اشرف. يا اشرف راهو كان تسمع في حاتم باللكحه راه مش يقدح فيك ومش غير منك. ابريتو ما عندي علاش باش غير منك ولا باش نخاف منك ولا باش لحظه عامل مسرح اكثر منك انت ب 60,000 مره داكورد. وربي نشحك وربي ان شاء الله يعطيك الوقت الطيب، لكن اسمع كلام تاع العباد تحب تنصحك، تحب تردك معناها ممثل وفريسون جيبوه ان اكتور افيك ان اكبر من الاستوديو هذا. صحيح. السؤال المطروح تفضل انصح ديما في السؤالات المطروحه نتاعك حتى باش تطرحها. انا في الموضوع هذايا لاني انا الموضوع هذايا انا ما نحبش نقول روحي مختص في الموضوع هذايا. نحن نشوفه في المشهد الاعلامي والمشهد العام تاع تونس في ال10 سنين هذيا. نحن الناس هذوما اللي قاعدين يقدموا في شو هو يتسمى شو، يقدم لك في حكايه فهمتني ولا، ومن غدوه تلقى الجامات تدري شنو، لانه قال حاجه تفاهه وفي نفس الوقت عمل حكايه غير عاديه جوست باش الانظار الكل تتوجه له. هذا الموجود، نرجع هذا الموجود. دقيقه انا باش نساله في السؤال هذا لحاتم باللكحل. ما تراش حاتم باللكحل انه التفاهه والحاجات اللي نحن نشوفوا فيها اللي كنا نشوفوا فيها في اليوتيوب ولينا تو نشوفوا فيها في التلفزه، سواء في مسلسل سواء في منوع. اولا انا ما نقولش تفاهه، ما نحبش نوصل للدرجه هذه. ثانيا الشيء اللي يعملوا فيه على خاطر قوي ساهل. سي كوا ستاند اب مش مسرح راهو
اي مسرح سي عالم اخر. مسرح عنده قواعد وعنده الناموس نتاعو ولا الهيبه نتاعو القطر نتاعو لازم تعرف. ترى اسالوا قولوا اش معناها كنت كور كنت جردان شنو بوندريون منين تدخل وكيفاش فما حاجات كبيره ياسر. يودي الماسك نوتر هذاك ما تلبسش فاس ببليك تعطي في الببليك ظاهر تلبس وبعد تدور لهم بيه قدر في الماسك هذاك. صحيح فهمني معناها بين القهوة عباد حاجة سهلة. خذ نكتة منا، خذ نكتة من الفيسبوك، خذ نكتة من القهوة، خذ من شو وربطهم في خيط مع بعضهم وعمل بهم ستاند اب. شو ستاند اب؟ سي كوا؟ سي نكت قاعدة تحكي فيهم وحدة. سي سو بلوس ما فيهمش مستوى كبير. الحاجة هذه تألم حاتم باللكحل. تألم خاطر خلطوها وجلطوها. نحسك تحكي بغيرة كبيرة مع المسرح ومع الثقافة مع المسرح ستاند اب سي دو تياتر مش مسرح يا خويا. نحترموا العباد اللي عم تخدموا اما خذ اقعد في غادي ما تكبرش على روحك وتكبر روحك وانت ما عندك حتى شيء حتى رابور بالمسرح ما عندك. الوقفه بركه سرسان يلزمها قحتها. الميم شو الميم؟ هو الميم سي كوا الاكسبرسيون كوربوريل سي كوا واش هي التعبير الجسماني وتعبر بدنك انت وقت وحدك سرسان. يجي نحس سن صغيره ود كبير في وسطها. انا وقت نعمل كارتاج ريت خليش طول هذاك عرض طولها ومكياج بلون وديكون بلون وواحده ونتوني سومبر كحله. يجب تعبر بدنك تعبي به السان. Comment exploiter le corps par le sein dans la scène et comment exploiter la scène par le corps. قرايه راه نحن وصلنا لنقطة مهمة برشا في حسب وصلنا للنهاية. لا نقطة مهمة. نحن وصلنا لنقطة مهمة تحكي فيها أنت وتمسني أنا لأني أنا في النقطة ذي نحب نحكي على أسامي معروفة في تونس. تحب تشوف علاقته بهم؟ لا مش الأسامي اللي باش نذكرهم أسامي هي تخرجت من نفس المدرسة وهو يعرفهم مليح وأنا نعرفهم مليح، اللي هي لطفي العبدلي، محمد علي بن جمعة. زوز أسامي نحن نحكيه على المليان الركح. شو معناتها مليان الركح؟ يعني إنسان يبدأ في مسرح كارتاج ويكون هو مالها السان. فما نقطة صارت عليها نقد اللي هي ما نحبش نذكر اسمه لأنه أنا نحترمه برشا وراه أنه هو نورمالمو كان يدافع على العباد هذوما. الشخص هذا يوصل هو يحكي على عباد رقاصة بما أنه ما نحبش نذكر اسمه نخليه الاسم على جنب العباد هي تعرف. بما أنه محمد علي بن جمعة خدمت معاه في الحضرة يعني من عام 93 حتى ل 2003. لطفي العبدلي وقت اللي نحكيه على السان إنسان يملي السان يقول لك يكون عنده حضور ركحي. محمد علي بن جمعة من كثرة الأفلام اللي عملها مع الأمريكان ومع درشون. أنا خدمت مع صلاح الدين السيد في فقرة صغيرة وقتها على السلوك الحضاري. يقول لك الراقص يقول له أنا يعمل لقطة يعملها فيسع والممثل يقعد يعاود به. يعني نحن نحكيه على الحضور الركعي متاع كل فنان. هذه نورمال مو تدرس مع العلم. أنا نعرف حاتم باللكحل اللي هو كما قال أنا هاوي عليه. ما نوصلوش نحن يا حاتم باللكحل ما نوصلوش نعملوا فورماسيون تكوين مرة في العام تصير للناس هذوما يتكونوا. راهو حاجة اسمها حضور ركحي. أنا نعطيك إكزامبل كريم الغربي عدة أسماء باش نشحوا بالحضور الركحي سورسان. أكيد. حتى المعد حتى المذيع البرنامج تحية كبيرة بالله كريم الغربي. صديقي برشا إن شاء الله. بريك كنت معاه في التليفون. بريك كنت معاه في التليفون. فما ناس تلقى عندهم حضور كيف زعيم الهادي زعيم ما شاء الله عليه
في البلاتو. وهذه الزعيم هاي، زاد. في البلاتو. ولد راس الجبل ولد راس الجبل. تحيه دونك هو اقوى حاجه. توا سفر مقبليك انت عامل فورماسيون وتكونت عليه. علاش ما انت ما نستفادوش منك. تكونش؟ يا علاش ما ولدي نستفادوش اولا منك؟ انا مانيش خدمتي انا هذه انا ولدي ما نحبش متفاهمين. نعملها. ثانيا هو ثانياً- هو يحبك ثانيا معاه. لا هو لا عنده كل مشروع. ثانيا فما عباد اللي ما تقبلش عليه ما تقبل. ما يقبلش. شكونك انت؟ هي برا انت كبرت هي تكا هاي تو احنا اللي جان شنو تو نحكي هكا. يرفضوا الشباب. فما عباد ترفض، فما عباد تحب. ما نقعدش انا نلعب هاي حمرا كحله انت ترفض انت يجي من لا برا انت ما بين اقل هكاك. شوف حاتم باللكحه انا فما كلمه ديما نقولها. الشعب التونسي فما 12 مليون. الشعب التونسي يريد. اسمعني الشعب التونسي فما 12 مليون. يا اخي سامحني 13 مليون فيقولوا مثلا فيها مليون شاب رافدين حاتم باللكحه. فما 11 مليون يحب حاتم باللكحه. يعني انت ماكش فاهمها حكايه ان هي انك انت تقتنع بها لانه حاتم اصلا الرافض مش رافض حسب الدومين هذايا عامله كيوي ما هو قالها من مركز الأول معاه الهواية. مركز على عائلتك برشا. يقول لك انا حاتم باللكحه انا عندي خدمه وعندي درس. التمثيل عاملوا حاجه. لكن اكيد الشباب يستفيدوا من الناس تستنى. الخبره نتاعك ووقت اللي انت وقت باش تلقى تكون العباد هذوما يجيبهم لك. خفوا بالك. فرحانين برشا اللي كنت باش معنا شكون؟ انت اليوم. حتى انا فرحان حاتم بكم بالسؤالات بتاعكم بالحسره اللي حسرتوني هنا. جاب ربي شو اسمه معايا ما غادي يوصل لي. فرحانين برشا. افرح على روحك برضه. بالحق انك انت كنت حاضر معنا اليوم في فقره راديو زمان. انا الخميس مش ما بديش فرحان. قامة فنية. فنية. اسمعني قامة فنية كبيرة برشا وقدمت الكثير وما زلت تقدم وربي يطول في عمرك وان شاء الله كل عام وانت بألف خير وربي يفضل لك العائلة ان شاء الله الوليد ينجح لك في الباك وتجيب حدينا لهنا والقطو من عندنا هنا. شيخ يا عبد الحميد ينجح في الباك خاطر عندنا القطو بلاش. القطو بلاش. نحب نقول حاجة يسامحوني العباد اللي كان جو مسيون بورتي هكا زيت جاو سي ان بيرتون شويه ولا شو اسمه اشرف سامحني كان ميسالش راني اشرف ولدك راني ما نكرهكش او كونترير راني ننصح فيك. تحب تاخذ نمرويه اتصل بيا ولا اتصل بالقناه هنا راديويت يعطيوك الرقم نتاعي ونقابلك وافيك بليزير جوستري افيك توا احنا افيك توا بور تو سوتنير مي راكي ننصحك انا مش غير منك ابري تو ما عندي علاش باش نغير منك ولا باش تفك لي بلاصتي في حتى شيء لا في اللي عملته خاطر انا عندي كل واحد ومجاله وكل واحد وكاريره. مسرح قاري في تونس قاري مع فرنسا وخد حتى مسرح مع ممثلين كبار في فرنسا مع مديرين كبار في فرنسا وفي تونس هنا. وصل لك كلام فما حاجه بيناتكم فما لا جميل. انا قاعد نقول فيه شيء خاطر نحب ويسر يعمل حاجه اموان كو هو يرى روحه اللي عمل حاجه وصل هذيك حاجه نقول خويا برافو كمل روحك ربي يعينك وربي فرحان برشا بيك خالد حتى هو زاد فرحان بيه زاد في راديويت وبالحق عشويه مزيانه عشويه رمضانيه فرحانين ببعضهم وربي يسر الفرحه هذه بعد لا قول لي سامحني انت فرحان بيا ولا بدران الشلغومي اكيد احلى تحيه بدران تاع بدر الدين الشلغومي بدران الترجي هو يحب الترجي زاد يا ولد جماعتي ولد جماعتك ويموت على الترجي. اكيد تحيه كبيره لكل جماهير الترجي جماهير الرياضيه الكل في تونس من الكلوب الترجي كل اسمي كل كلوب وتقول كل بدا قلت ايوا سالا ايوا والسياسات والايطوال تحيه كبيره برشا ليك حاتم بالله والشاب الرياضي براس الجبل اقول لك سكر البرنامج عليه. احلى تحيه ليك حاتم بالله. شكرا على قبول الدعوه. راديو ويت فرحان بالحق بيك وحضورك. شنو هو صايمين حقا نسيتي. ان شاء الله تزورنا في فرص قادمه ان شاء الله ما نكونش فرحانين. احنا كي نقولوا فرحانين راهو فرحانين بالحق. ربي يفضلك.
شوف لك سا بليزير حتى اللي احنا سا والله بليزير كبير برشا انك كنت حاضر ان شاء الله معنا. نرجع مره اخرى بحذاكم ان شاء الله. فقرة راديو زمان كل ثلاثة وخميس وسبت مع خالد سيسي. تحية كبيرة ليك. شكرا صديقي. يعيشك. ما زلنا مواصلين مع استوديو رمضان، نمشيو مع الحضرة